هنعمل أجمل ساندويتش بطعم وريحة الكفتة المشوية، وهيعجب كل اللي هيدوقوه عندك. ده عيش لبناني، وجهزت لحمة مفرومة عليها ملح وفلفل وتوابل اللحمة وتفل البصل، يعني بصلة مفرومة ناعم. وعلى فكرة اللحمة مفرومة ناعم، وبعصر البصل خلصه من كل سوائله، وطماطم وبصل متقطعين ترانشات رفيعة، وكمان طحينة. هنا فردت اللحمة على العيش، وعلى جهاز النافيجينيو حطيت طاسة الأوبان وغطيتها بغطا آنية قطر 24، وظبطت على علامة اللحمة. أقدر أعمل الخطوة دي على البوتاجاز عادي جدا. وهنا أول ما وصل لعلامة اللحمة شلت الغطا ودهنت دهنة زيت بسيطة، ده علشان اللحمة عندي حمرة جدا، لكن لو فيها نسبة دهون تقدري تعملي كده بدون أي مسحة دهون. ونزلت بالوش اللي فيه اللحمة المفرومة، وغطيت وطفيت جهاز النافيجينيو. لو على البوتاجاز طفي كمان البوتاجاز، وفتحت الغطا وشلت الساندوتش بتاعي، وبدأت أرص ترانشات البصل في الوسط، وكمان الطماطم وعليها الطحينة. واحنا كده خلصنا أكلتنا. ونقدر نلفه ونخليه زي ما هنشوف دلوقتي. شايفين الطحينة؟ الطحينة طبعا بتدي طعم للكفتة جميل مميز جدا جدا. في الآخر بتطلع النتيجة مميزة زي ما انتوا شايفين، في دقايق وثواني، وما خدتش مني أي مجهود، ما أخدتش أواني كتير. وبالهنا والشفا، عجبت كل اللي دقها، كأن بالظبط كفتة مشوية على الفحم.